يا مرحب بيكم في العالم بتاعي. طبعا اللي قديم معايا هيبقى عارف قد ايه انا اتكلمت عن التغليف وقد ايه ان هو مهم جدا جدا للمنتج وبيضيف للمنتج كتير. بس المره دي انا عايز اكلمكم عن قصتين. القصه دي مقسومه لجزئين، جزء فيه نجاح وجزء فيه هبوط. هنبدا بالهبوط. احنا اتعودنا ان احنا نحدق قبل ما نحلي. احنا عشان نتكلم في الموضوع ده ونبدا ان التغليف اتسبب في هبوط شركات كبيره جدا. ازاي؟ عفيت العلبة بيقولك كله طالع من العلبة جاي خطك. عفيت العلبة بيقولك كله طالع من العلبة. في شركة كبيرة كانت عاملة تصميم كويس جدا وممتاز، خلى المنتج بتاعها بيبيع في حتة تانية خالص، زي شركة تروبيكانا. جه المصمم اللي اسمه بيتر أرنولد، اللي هو اسمه على الشاشة ده عشان ايه ما نبقى حلوين مع بعض، عشان هو اسمه تقيل عليا شوية. المهم الراجل ده كان ساعتها من أشهر المصممين، يعني نقدر نقول بالبلدي كده كان بابا المجال. بابا المجال جه بابا المجال سنة 2009، عمل ديزاين جديد وخد الشركة في حتة تانية وطلع منتج جديد. المنتج الجديد ده الناس شافته فعلا ان هو منتج جديد، فخرجت عن المألوف. لما قالت ده منتج جديد فما حبتش تجربه، فجت مبيعات الشركة انحدرت بشكل كبير بسبب ان هي شافت المنتج جديد، مع انه مش جديد، هو نفس التيست نفس المنتج، بس اخونا بيتر أرنولد. طب انا مش هقوله تاني، هو مكتوب يا جماعه عشان ننقل مع بعض. المهم الراجل ده لما عمل الديزاين الجديد وكان فاهم ان هو هياخد روح المنتج ويجدده، لقى ان العميل مشي منه وحجم المبيعات قل كتير. يا جماعه الموضوع قلب ان العميل معدي المنتج على الرف ومش شايفه، حاسس ان هو مش المنتج اللي متعود عليه، والموضوع ده في حد ذاته كارثه. الكارثه دي تسببت في ايه؟ الشركه للاسف في شهرين 2 خسرت 50 مليون دولار، والكلام ده في 2009. انت عارف يعني ايه 50 مليون دولار في 2009؟ الموضوع فعلا قلب بكارثه، واضطرت الشركه في خلال شهرين ترجع للتصميم القديم وتعمل اعلانات من جديد وتقول للناس ايه؟ انا اسف، انا عيل صغير ورجعت في كلامي، وهو ده المنتج اللي انتوا بتحبوه. وبيتر اللي حكينا عليه من شويه بقى التحفيل عليه ايه؟ نار. كده بقى هننقل على الجزء الثاني من الحكايه، وهي قصه نجاح شركه برينجلز، اللي هي الشيبسي المطول ده اللي عليه صوره بسيوني ده. لما كان التصميم في اكياس كان الشيبسي بيتكسر وبايظ. بايظ ايه بس؟ بايظ تكسير، لحسن تفتكروا ان انا بعيب في بوظان البطاطس. لا، اتكسر بسبب التغليف بتاعه في الاكياس، فالناس ابتدت تشتكي من الموضوع ده. عمنا بايرن ده كان اسمه بايرن، يا رب يطلع بايرن يا جماعه، ماشي. كان مصمم كبير بس هو ما كانش يعرف حاجه، كان قاعد عايم في ميه المخلل. جاله صاحبه معاه كيس شيبسي لذيذ، قال له انا هعزمك على شيبسي. وهم بيفتحوا كيس الشيبسي وبيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، بايرن بص لقى الشيبسي متكسر. طب ايه يا عم بايرن، انت ما تعرفش ان الناس اصلا بقالها قرن بتشتكي من الموضوع ده؟ فلما صاحبه مشي بايرن قعد قال طب انا هحل الموضوع ده ازاي؟ فجات له فكره. الفكره دي كانت عباره عن ايه؟ ان هو يعمل العبوه اللي هيتحط فيها البطاطس اسطوانيه زي ما قلنا كده. فطبعا هو اتهاجم لان الناس بالنسبه لها كان الموضوع ده مش مألوف، يعني ايه بطاطس شيبسي مش في كيس؟ رغم كل الانتقادات اللي تعرض لها عمنا بايرن ده، صمم ان هو يكمل في الموضوع وعمل فعلا تغليف للبرينجلز اسطواني. طب بعديها فوجئنا بايه؟ ان مبيعات الشركه طلعت والموضوع نجح لدرجه ان الناس ابتدت تشوف ان العلبه دي ضافت للمنتج وان هو بيشتري حاجه ليها قيمه. يبقى هنا ايه؟ نجح برينجلز بالاسطوانه بتاعت بسيوني ان هو يبيع كتير. هنستفاد ايه من القصه دي؟ القصه دي ادتنا حاجتين نستفاد منهم، ان التغليف قادر ينجح منتج وقادر يهبط منتج. ازاي يقدر ينجح منتج؟ ينجح منتج عن طريق ان هو يعرف صح يعبر عن هويته. ويقدر يهبط منتج ازاي؟ لو انا رحت بالتغليف في حته ما تخصش المنتج. يبقى انا النهارده هنا حابب اوضح لكم كلكم ايه؟ ان التغليف مهم زي الحلقات اللي فاتت، بس زي ما هو مهم لازم وهو مهم نوجهه في مكانه الصح، اللي هو انجح بيه المنتج بتاعي او اهبط بيه المنتج بتاعي، ويكلم الناس بنفس اللغه اللي هم متعودين عليها عشان يفضل المنتج قصاد العميل مألوف. ودايما خليكم فاكرين، لو للاكل بتميل يبقى غلفوا مع اسماعيل. شكرا لكم.